لدينا الآن في أروقة النظر والإقرار هو قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي. هذا يضمن حقوق وواجبات وضوابط عمل كل أفراد الهيئة الحشد الشعبي. هو بالقانون الأساسي للهيئة ما كان به القانون أخي العزيز أنور مقتضب، كان باتجاهات عامة. نعم. هذه التعليمات مستندة إلى تلك الاتجاهات التي أقرها القانون. وأيضا لدينا تعديل لقانون هيئة الحشد الشعبي، هذا يعرض على البرلمان. وأما قانون الخدمة والتقاعد فهو حاليا قانون منفصل، يعني هذا يتعلق وتفصيلي، لكنه مكمل ذاك ينطلق منه. نعم. ينسجم معه ويعرض على السيد رئيس الوزراء ومجلس الوزراء. واللاحق يجب أن يقار لأنه بجنبة مالية ورتب ومؤسسات وحقوق وواجبات وقضايا قضائية وجزائية وكل التفاصيل تجعل من الحشد مؤسسة منتظمة بقانون تفصيلي تنسجم مع ظروفه الخاصة، لكن ضمن إطار الدستور وكل قوانين الدولة.